توفى جدي بعد 7 يوم من طرده من فيليتشا، يعني رحنا دفناه وتشوف شيابنا فيليتشا، اهل فيليتشا موجودين قاعدين، خلال اسبوع ماكو ولا واحد، مثل سمك طلعتهم من البحر. الوالد الله يرحمه طبعا هو من أهل البحر، وعنده نسميها الحضرة، المكان فيه صيد السمك، وعنده دجاج وعنده طيور في البيت، وطبعا مشيل نفسه، حاط له العيش، حاط له يعني تموين كامل حقه، ياخذ الصيد السمك وياكل لين بداية الحرب الجوية. الوالد الله يرحمه كان عنده أعلام دولة الكويت موجودة عنده خاشة في البيت، حط علم الكويت على سيارته، عنده سيارة خاشة حطها، وكأنه هو يمشي قدام الجنود العراقيين اللي بيتوجهون إلى مكان معين، هو طبعا يعرف المكان هذا، بس طبعا يعني حالته كانت جدا جدا تعبانة من فترة الغزو والقصف والأصوات الانفجارات وكذا. ففضل الله سبحانه وتعالى عاد نقلته طيارة من الجيش الكويتي إلى الجهرة، وبعدين رحنا أخذناه احنا من الجهرة، وأموره الحمد لله طيبة والحمد لله رب العالمين.